لو بتسمعوا الحكاية دي وقت لما نزلت الصيف لسه خلصان والمدرسة لسه بادئة تاني، يمكن حتى مدرسة جديدة أول مرة تروحوها. أنا فاكر لما أجازة الصيف كانت بتخلص وكنت بضطر أرجع تاني للمدرسة. مش هضحك عليكم، كنت بكون متضايق قوي، لكن الإحساس ده ما كانش بيطول كتير. النهاردة كتبت حكاية بتحكي عن الموضوع ده. الحكاية اسمها مريم في السحاب. أنا داني عرفة اللي كتبتها وكمان هقراها معاكم النهاردة. كان يا مكان كان في بيت صغير بجنينة صغيرة. البيت الصغير كان عايش فيه بنت صغيرة اسمها مريم، ومريم كان عندها سر كبير. كل صيف مع آخر يوم مدرسة كان بيطلع لها جناحات كبار بأحلى ألوان. جناحات مريم كانت كبيرة وقوية، بجناحاتها الملونة كانت بتطير لفوق في السماء، فوق العمارات والأشجار والسحاب، مكان ما الهوا ساقع حتى في أحر أيام الصيف. ولما الدنيا تليل كانت بتحب تتفرج على القاهرة بنور القمر وهي بتلمع زي الجوهرة. الصيف لمريم كان معناه الحرية من غير أي حدود، تتسابق مع العصافير، تلمس مية النيل بطراطيف صوابعها وهي طايرة، وتروح مكان ما تحب. بعد يوم طويل من الطيران حتى وهي بتنام في السرير كانت بتحس نفسها مليانة بالحرية. شوية شوية مع مرور أيام الصيف الهواء السخن بدأ يبرد والشمس بدأت تنزل بدري أكتر وأكتر. كل مرة مريم كانت بتفرد فيها جناحاتها كانت بتحسهم أضعف وأضعف، ولما كانت بتطير ما كانتش بتعرف توصل لفوق عالي زي ما كانت. قبل ما المدرسة تبدأ بأسبوع جناحاتها ضعفت لدرجة إنها كانت يدوبك بتطير لغاية لما تلمس سقف أوضتها. ومع أول يوم مدرسة صحت الصبح وجناحاتها ما كانتش موجودة خالص. وده سر مريم. زي ما جناحاتها كانت بتطلع مع أول يوم أجازة الصيف كانت بتختفي مع أول يوم مدرسة، وحياتها بتتحول من حرية ما بين السحاب لروتين رابطها تحت على الأرض. ومريم داخلة بوابة المدرسة مع باقي الطلاب كانت حاسة نفسها تقيلة قوي، مش بس علشان ما كانتش طايرة في الهواء، لكن علشان كانت شايلة شنطة تقيلة على ظهرها. قعدت على ترابيزة في نص الفصل وبصت حواليها على الحيطان البيضة الفاضية والسبورة والساعة الكبيرة اللي كانت بتعد الوقت بكل بطء. مريم كانت حاسة نفسها محبوسة في قفص. عينيها بدأت تدمع وهي بتتخيل الهواء الساقع وهي طايرة فيه بجناحاتها الكبيرة الملونة. دلوقتي كانت مضطرة تصحى وتنام في نفس الميعاد كل يوم، وجرس المدرسة كان بيحدد امتى هتروح من فصل للتاني وامتى هتروح البيت. وقت الفسحة مريم كانت بتقعد لوحدها وتتفرج على السحاب فوق في السماء وتتخيل انها بتطير حواليه. ما كانتش مركزة مع زملائها وهم بيجروا ويلعبوا ويتمرجحوا، وحتى في الفصل ما كانتش عارفة تركز. في حصة الرياضيات بدل ما تركز في الأرقام كانت قاعدة بترسم جناحات وتوه في خيالها. المدرسة كانت دايما بتشتكي وتقول لها يا مريم انتي في السحاب. وهي بتجيب أكل من الكافيتيريا في وسط الزحمة كانت بتتمنى إنها تقدر تطير لفوق فوق سور المدرسة والعمارات والأشجار وتطير لغاية البحر علشان تشتري فريسكا وجندوفلي وتاكلهم وهي بتتفرج على الموج. بعد أول كام أسبوع من المدرسة مريم كانت قاعدة بتتفرج على السحاب زي ما كانت بتعمل كل يوم، وشافت حاجة صغيرة لونها أزرق بتجري عليها من بعيد، كورة. كان في شوية ولاد وبنات بيلعبوا بيها مش بعيد قوي، ولما الكرة وصلت لمريم ندهولها علشان تحدفها لهم. في ولد من اللي بيلعبوا سألها لو تحب تلعب معاهم. كانت مترددة في الأول ومش متأكدة لو عايزة تلعب، لكن أول لما شاطت الكرة حست بإحساس الحرية مرة تاني. طول وقت الفسحة مريم جريت من أول الملعب لآخره ورا الكرة الزرقاء، ولما جابت جون حست إنها طايرة فوق ما بين السحاب.
لما مريم رجعت تاني الفصل عرقانة وقلبها لسه بيدق بسرعة، بصت حواليها ولاحظت إن الحيطان البيضاء بدأت تتملي بالفن والرسومات اللي هي وزمايلها كانوا بيعملوها في الفصل. وساعات بعد لما مريم كانت بتخلص الهومورك بتاعها، كانت بتفتح شباك الأوضة وتلون السما لما كانت بتتحول لحفلة ألوان وقت غروب الشمس، بامبا وبرتقاني وبنفسجي. وكانت كمان بترسم حاجات تانية من خيالها في السما زي اليونيكورنز وطيارات الفضاء وبلالين كبيرة. مريم لاحظت إن يمكن ما كانش عندها جناحات، لكن كانت لسه تقدر تلاقي فرح وحرية بطرق جديدة ومختلفة في وسط اليوم، في المدرسة وكمان في البيت. وغير كده مريم كانت عارفة إن لما الصيف يرجع تاني جناحاتها الملونة هترجع معاه أكبر وأقوى من الأول، وتقدر بيهم تطير تاني مطرح ما تحب. لكن مريم ما كانتش قاعدة مستنياهم زي الأول، كانت بتستمتع بالفرح اللي حواليها في كل فرصة تقابلها، في الفسحة في الفصل وفي البيت. لو بتسمعوا الحكاية دي مع حد ممكن تسألوهم ايه اكتر حاجة بتجيب لكم فرح في وسط وقت المدرسة. ممكن كمان تقولوا لنا اجاباتكم في الكومنتس. ولو ما كنتوش عارفين، انا كتبت كتاب جديد اسمه تخيل تخيل، بياخدنا في رحلة حوالين القاهرة بالصور والكتابة والرسم. هتلاقوا الكتاب في معظم محلات الكتب او اونلاين على عصفورabooks.com. كان معاكم داني عرفة، وهشوفكم تاني في الحكاية الجاية.